قالت مصادر مطلع أن عناصر أمنية ألقت القبض اليوم السبت على شخصين بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء بعدما كان يدعون المواطنين لا اعتناق المسيحية عبر توزيع نسخ من الإنجيل. وينتمي الشخصان الآسيويان لمنظمة مبشرين بلا حدود، والتي تنشط في مختلف دول العالم وتدعو الناس لاعتناق المسيحية عبر توزيع نسخ من الإنجيل، وكتب تساعد على فهم الديانة المسيحية. وأضافت ذات المصادر أن القبض على الشخصين المذكورين جاء بمساعدة من عدة مواطنين تجمعوا حول منزلهم، وقاموا باستدعاء الشرطة التي حلت بعين المكان وأقتادتهم لمركز الأمن. واعترف الشخصان بالوقائع المنسوبة إليهما في مفوضية الشرطة بالحي المحمدي، مشيرين إلى أنهم ينتمون للمنظمة المذكورة التي تملك مبشرين آخرين ينشطون في العديد من مدن المملكة. يأتي هذا بعد أن وجهت التنسيقية الوطنية للمسيحيين المغاربة رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجميع أعضاء الحكومة يحيطونهم من خلالها علما بالمطالب التي قدموها لمحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتمثلة إجمالا في توسيع هامش الحرية وتيسير سبل ممارسة الشعائر الدينية. وتضمنت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة تأكيد المسيحيين المغاربة وتشبتهم بمغربياتهم واستعدادهم للدفاع عن حوزة الوطن ضد ما وصفوه أي محاولة للنيل منه. وفي السياق ذاته أشادت التنسيقية بالمعنى الذي أضفاه الملك محمد السادس على مفهوم إمارة المؤمنين، وذلك بتأكيده على أنه ملك لكل المؤمنين على اختلاف مللهم وتنوع نحلهم، متخذين إياها بوصلة للتعارف لصالح حقوقهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى كفالة الدستور حقوقهم ولا مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ حرية المعتقد.